منور والله يا بوس. نورك يا حمو، عامل ايه؟ الحمد لله والله، انت عامل ايه؟ الحمد لله. لقيتك ما بتسالش، قلت اسال انا يا عم. ليه يا عم رمي عليك السلام اول امبارح وانت ما ردتش؟ كنت دماغي مشغوله شويه كده وكنت رايح لحماد. يا عم حماده صاحب عمرك ده. ولا صاحب عمري، بص ولا هعرفه من النهارده يا عم محمد. لا لا لا، ليه اللي حصل يا بوس؟ اقعد بقى، ربنا يستر على ولايانا يا محمد، ربنا يستر على لا ولايانا. لا لا لا، ايه اللي حصل؟ الناس كلها يا عم بتتكلم على مراته يا عم. ومراته بص بتعرف ناس يا عم، بتكلمهم في التليفون وعلى الواتس يا عم، وتبعت لهم صورها، وحقيقة اخر قلة ادب يا محمد. وسمعت ان هي تاخد فلوس كمان. وانت صدقت الكلام ده يا ابو يوسف؟ ايوه يا عم، ما صدقش ليه؟ ما الناس كلها بتتكلم عليها، ما صدقش ليه؟ ازاي يا ابو يوسف؟ ده حماده صاحب عمرك اللي انت واكل معاه عيش وملح يا ابو يوسف. لا ما خلاص، ما من النهارده بقى ما اعرفوش في طريق تاني، ولا عيش وملح ولا عيش وحلاوه. بقول لك ايه، انا هقوم امشي انا عشان رايح مشوار. عاوز حاجه؟ سلام يا ابو يوسف. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا محمد. يا صاحبي، خليها على الله يا محمد. ماشي يابا، سلمها لله. سلام يا محمد، سلام. حماد، حماد، ايه مالك في ايه؟ مال على الله، زعلان ونعمل شويه. إيه؟ ليه؟ مين اللي مزعلك؟ ابو يوسف، أبو صاحب يوسف؟ عمري، اللي بقول عليه اخويا، اللي واكل معاه عيش وملح. ماله يا حماد؟ داير البلد، داير البلد، يتكلم عليا كلام زي الطين، ويتكلم عليك كلام زي الطين، مطلعك وحشه وانا عارف وساكت. ابو ينفع؟ يوسف يعمل كده؟ صاحب عمري، لا اله أخويا. الا الله. طب وأنت يسمع عني هتعمل الكلام إيه؟ يكرره ويقعد في بيت الناس يعيد الكلام تاني. انا هعمل ايه؟ لا انا مش هعمل، انت اللي هتعملي. هعمل ايه؟ اعملي فرخه. إيه؟ عندك فراخ في التلاجة؟ عندي. ليه؟ طلعي فرخه اعمليه، هعزمه على الغدا. تعزمه يا حماده؟ ازاي اللي انت بتقوله ده يا حماد؟ زي الناس. اسمع اللي بقولك عليه. انا مش عارفه دماغك فيها ايه، بس حاضر من عينيا. خشي اعملي فرخه، سلمها ماشي. لله. سام، نعم. استنى انا هفتح. حاضر. ايوه ابو الصحاب، حمادة. تعالى هات بوسه. عامل ايه؟ تعالى يا صاحب عمري، تعالى يا اخويا. ده انا بقول انا لو طلعت بيك من الدنيا، طول ما احنا مع بعض ان شاء الله باذن الله ما حدش هيقدر علينا. اخويا ايه يا ابني متصل عليا وجايبني على ملا وش؟ خير في ايه؟ جايبك على مولى وشك ليه؟ مفيش يا عم، بالراحه اهدى عليا. انا جيت لقيت الجماعه عاملين غدا، قلت هاكل لوحدي من غير اخويا. اتصل على ابو يوسف صاحب عمري اللي متربيين مع بعض من صغرنا، ياكل معانا. انا عازمك على الغدا. غدا؟ اه. طب ما تعرفنيش من بدري ليه يا حماد؟ اشمعنى؟ هتفرق في ايه؟ كنت عملت حسابي يعني. اشمعنى يعني برضه؟ اصل انا بصراحه مش جعان دلوقتي يا لا حماد. تف من بقك، ما تقولش كده. انت اكتر واحد في الدنيا جعان. الجوع يابا مش مام وبس، الجوع مش جوع اكل وبس. لا، في ناس كتيره جعانه، بس مش جعانه، مش جعانه اكل، جعانه تربيه. في ناس ما تعرفش حاجه عن الاصول، في ناس بطنها مليان اكل لكن قسما بالله ما شافت بربع جنيه تربيه ولا تسمع حاجه عن الادب. في ناس يا اسطى النهارده بتخش بيوت اصحابها تقعد معاهم وهي عينيها على ستاتهم. في بيوت النهارده يا اسطى، في ناس النهارده بتخش البيوت بتاكل فيها مام وبتطلع تعيب في اصحابها. انت عندك حق يا اسطى، انت مش جعان اكل، انت جعان اصول. انت ما شفتش بربع جنيه تربيه. لما تقعد معانا، لما تشوف الناس بتتكلم عليها ما تردش غيبتي، يبقى انت جعان. لما تقعد في بيت ناس تانية تكرر الكلام يبقى انت جعان. اسمع يا صاحبي، مش كل الجوع رز وطبيخ يا اسطى، مش كل الشبع رز وطبيخ، لا. ياما ناس بطونها مليانه بس قسما بالله جعانين تربيه، ما يعرفوا بربع جنيه اصول ولا تربوا بربع جنيه ويعرفوا حاجه عن الادب. ايام زمان كنا بنقول قبل ما تناسب حاسب، النهارده قبل ما تشم الهوا حاسب، قبل ما تدخل حد بيتك حاسب، قبل ما تخطب لبنتك حاسب، قبل ما تخطب انت حاسب. خلي بالك يا صاحبي، عشان احنا بقينا في زمن الناس فيه بتخش تاكل عيشك وملحك وبتطلع بره تقطع في فروتك وتقول فيك اللي مش فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.